السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني. يا رب حضراتكم تكونوا بخير جميعا أينما كنتم. الأخبار اللي بتسمعوها على التواصل الاجتماعي بخصوص إيران وإسرائيل، وإن إيران ضربت إسرائيل بالنووي، دي أخبار مؤكدة، وسببت طبعا خسائر كبيرة جدا لإسرائيل، ولسه إن شاء الله في المزيد يعني من إيران نحو إسرائيل. ولكن الأخبار اللي هي لا تصدق ولا تعقل، وملهاش أي مصادر من الصحة تثبت وتؤكد ذاك أو هذا الكلام، إن إسرائيل قطعت الغاز عن مصر، ومصر حاليا بتدعم إيران. الكلام ده غير صحيح بالمرة، ملوش أي وجود من الصحة. مصر ملهاش أي علاقة باللي بيحصل ده. إسرائيل ما قطعتش الغاز عن مصر، مصر ما دعمتش أو ما اتدخلتش أو ما كانش ليها أي دور في نحو إيران. دي كلها فتن واشاعات كاذبه لتوريط مصر باي وضع. يعني في ناس بتحب تورط مصر كده في اي قصه، في اي ليله، في اي بتنجان، بيجيبوا مصر كده بيورطوها. فمش كل اللي بتشوفوه على الساحه يا ساده محترمين ان ممكن نتصدق، ولكن هي حقيقه شكلا موضوعا ايران ضربت اسرائيل بالنووي، وان شاء الله فيه المزيد. احنا دايما ايا كانت الدوله العربيه تستحق ان ندعو لها او ما تستحقش، ولكن مع العدو نتمنى ان الكل يدعي يعني النصر القريب لايران بامر الله. اللهم انصرهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم، اللهم امين يا رب العالمين. اما بخصوص قافله القرود واخر مستجداتها واخر تطوراتها مع المنظم الاخواني المتحدث الرسمي باسم قافله القرود، هفتح فيديو لحضراتكم وهنرجع تاني نعقب مع بعضينا، ويلا بينا. شو سؤال طمنا لابس عندي ضربة في راسي من الاختطاف اللي صار لي وضرب ولابس معناها الجثة تعب وكهرب. تم اختطافي أنا من كرهبة وإحنا خارجين، وصار معناها جري في الشارع صاحبي ونحط. وزي ما سمعتوا كده يا سادة الكرام، ده أقل من يقال يعني، أو أقل ما يقال يعني عن واجب المصريين، اللي لازم الكل يكون فاهم وعارف إن مصر واجبها دايما بيبقى سابق الجميع. إن مصر بترحب بأي زائر محترم وبتديله واجبه، ولكن أي زائر غير محترم يعني بطريقة غير شرعية أيضا بياخد واجبه بس بأسلوب تاني. وده أقل ما تم فعله من الشعب المصري، وأيضا يعني من الشعب الليبي قبل أن يخشوا الأراضي المصرية أو الحدود المصرية. وكمان في شيء مهم يعني هو ما حبش يكشف عنه أو يفصح عنه. هو من المفترض أن يعمل اختبار، يعني اختبار، فده مؤكد يعني. ألف مليون مبروك يعني. تحياتي واحترامي لكل السادة المحترمين، لكل متابعينا الكرام، لكل وطني حر مصري شريف. حفظ الله مصر بقائدها العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة. حفظ الله الجيش المصري خير أجناد الأرض. حفظ الله الشرطة المصرية. حفظ الله الشعب المصري الأصيل. حفظنا وحفظكم الله جميعا، وأسأل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.